السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نصنع سيف المحارب المصري القديم؟ سيف الخبش. طبعًا يا جماعة في البداية باوضّح إن ده سيف ديكور بس مش سيف حقيقي يعني عشان ما حدش يتهور. أول حاجة جبت الصورة بتاعة السيف، تصميم كده عجبني يعني، وبعدين جبت حتة خشبة أبلكاش السمك بتاعها 6 مللي، أي حاجة أقل من ال6 مللي مش هتكون قوية. بعد كده رسمت شكل التصميم المبدئي، طبعًا أنا مش هامشي على التصميم ده، أنا بس باخد شكل السيف والأبعاد بتاعته. رسمتها على الخشب زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين هاستخدم منشار بقى يدوي أو الأفضل طبعًا منشار كهربائي لو موجود. هاقطع بقى في حتة بعيدة علشان النشارة، زي ما شايفين قطعت على الحواف قد ما قدرت، والقطع عادةً بيسيب الحواف حادة شوية، عشان كده هاستخدم صنفرة خشب عادية وهاصنفر الأجزاء دي. بعد كده هاستخدم المات دي سجادة من بتاعة التمرينات، بتبقى مصنوعة من خامة اسمها الEVA foam، فوم طري كده زي ما أنتم شايفين، السمك بتاعه برضه حوالي نُص سنتي. هاستخدم القالب الخشبي اللي إحنا صنعناه ده، وبعد كده هاحطه على السجادة وأعلّم على الحواف بتاعتها. طبعًا السجادة فيها قطعة خشنة وقطعة ناعمة، أنا دايمًا عاوز القطعة الناعمة هي اللي تكون برّه، لإن إحنا في الآخر بنصنع حاجة أشبه بالمعدن، فعاوزينها تكون ناعمة على قد ما نقدر. هاقطّع باستخدام المشرط، أي مشرط حاد، ونمشي ونضغط كده بقوة هيتقطع معانا الفوم بسهولة جدًا. في ناحية فيها مشيت على الحواف بالضبط، أمّا الناحية بتاعة السكينة نفسها الجزء اللي بيقطع يعني، خدت فيها حوالي سنتي زيادة زي ما شايفين كده، هاصنع قطعتين زي بعض. دول المفروض أعمل بيهم ساندوتش كده حوالين الخشبة، والخشبة طبعًا عشان بنقوي التصميم ككل. عشان نلزق بقى الكلام ده ببعضه، أحسن لزق هو الكُلّة الحمرا اللي بيستخدموها إخواننا بتوع الأحذية، ده الcontact cement زي ما شايفين، ده الجزء الخشن اللي قُلت لكم عليه، وده الجزء الناعم. هالزق بحيث إن الجزء الخشن ده يكون لجوّه. اللزق ده بنستخدمه على الطرفين اللي محتاجين نلزقهم، يعني هاحط شوية على الخشب وبعدين برضه هاغطي بيه الجزء اللي هنلزقه من الفوم، وباسيبه ينشف كده 5 دقايق أو 10 دقايق على حسب النوع اللي موجود عندكم، وأمّا يبقى ما بيلزقش خالص بنبدأ نلزقهم في بعض، هو بيشتغل بالطريقة الغريبة دي. طبعًا هنا باحاول إني أمشي على الحواف بالضبط أو أضبطها على بعضها، لإن اللزق ده قوي جدًا، ومجرد ما بيلزق بيكون صعب جدًا إن إحنا نشيله من غير ما الفوم يتقطع، فعلى قد ما نقدر يعني بنحاول نضبط الجزئية دي. لزقت ناحية وهاعمل كده برضه في الناحية التانية، وباضغط كويس عشان كل الأماكن تلزق. وزي ما قُلت لكم كنت سايب حوالي سنتي كده بارز من الناحية بتاعة الجزء الحاد من السيف، هالزقهم برضه ببعض بالطريقة دي. والجزء اللي هو بنمسك بيه السيف عاوزه يكون سميك شوية، عشان كده قطعت له قطعتين من الفوم، هالزق واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية التانية. بعد كده كنت محتاج أحدد الجزء الحاد من السيف هيبقى شكله أو حجمه قد إيه، عشان كده أخدت بالقلم الرصاص بس خط كده تقريبي. الجزء ده هو اللي هنصنفره ونضبطه بحيث إن هو يبان شكله حاد. هاستخدم الدريمل الروتاري تول، الصنفرة بتاعتها هتنجز معانا بسرعة، ممكن طبعًا صنفرة يدوية بس هتاخد وقت. هاصنفر الأجزاء بتاعة السيف كلها من كل الأماكن، بحيث إن يبان الفوم والخشب كأنه قطعة واحدة، وكمان باضبط الكيرفات اللي هي ما اتقطعتش معايا مضبوط بالمنشار. زي ما شايفين الشكل بتاعها اختلف. كمان الجزء بقى الحاد نفسه محتاج أعمله بميل 45 درجة من الناحية دي ومن الناحية المقابلة، عشان يبان كأنه رفيّع كده وحاد زي النصل بتاع السكينة. طبعًا استخدام الدريمل في الخطوة دي يعني بينجز كتير جدًا، هيكون صعب أوي بالصنفرة اليدوية بالذات في الجزء بتاع الفوم ده. هاكمّل باقي النصل كلّه بنفس الطريقة، وبرضه من الناحية اللي قدّام هاعملها برضه بميل ب45 درجة بس في اتجاه مختلف زي ما شايفين كده. الجزء بقى اللي هو بنمسك بيه عاوز أعمله شكله زي أسطوانة كده، فهابدأ برضه أصنفر فيه واحدة واحدة كده من الجوانب لحد ما ياخد الشكل الأسطواني ده من فوق ومن تحت طبعًا. وصلنا للشكل ده. بعد كده هاستخدم صنفرة يدوية ناعمة 240، ولو في أنعم من كده يكون أحسن، عندي بس مش فاكر سايبهم فين. المهم يعني إن الصنفرة بتاعة الدراميل بتسيب حواف خشنة كده شوية شكلها مش لطيف، مش هتبان في الفينش كأنها معدن، عشان كده باصنفر بالصنفرة اليدوية زي ما شايفين الجزء ده ناعم، أما الجزء ده باين فيه خدوش. بعد كده كنت عاوز أعمل جزء منحوت في السيف نفسه، فأخدت علامة في النُص، وهاستخدم الدريمل الجزء ده منه، وهاضغط كده عليه عشان أنحت فيه السيف. طبعًا مشيت هنا بالراحة، مشيت في اتجاه وبعد كده قابلتها من الاتجاه التاني، ولو ما خدناش بالنا الجزء ده ممكن الدريمل تاكل فيه السيف وتبوظ التصميم كله.
على قد ما قدرت يعني حاولت إن أنا أضبطها الناحية دي والناحية التانية، طبعًا جرّبت في الناحية اللي مش هتبان من السيف الأول عشان أشوف الوضع بيمشي إزاي، بعد كده عملت الناحية اللي هتبان، صنفرتها صنفرة على خفيف، بعد كده هاستخدم الheat gun مسدس الحرارة زي السشوار كده بس بيطلّع حرارة قوية جدًا، زي ما شايفين بيسد المسام بتاعة الفوم وبينعّمه وبيخلّيه هيقبل الألوان بشكل كويس جدًا، وهيدّي له في الآخر انطباع الfinish بتاع المعدن. وبالنسبة للجزء ده من الإيد الحقيقة ما كانش عندي تصور هاعمله تصميم إزاي، مشيت بالبركة كده، وبعدين فكرت أعمله على شكل عين، العين طبعًا موجودة في الكتابات الفرعونية بشكل مكثف جدًا، فيعني قُلت حاجة كده في الاتجاه ده هتنفع، قطعت حتتين من الفوم على شكل عين وبعدين لزقتهم، بالزق هنا بالسوبر جلو بيمسك كويس جدًا في الفوم، بعدين هاصنفرها واضبطها بحيث إن هي تاخد الشكل الثلاثي الأبعاد بتاع العين. زي ما هتلاحظوا في طبعًا حتت في الخشب فيها فروقات كده وفيها كسور، مش هينفع نسيبها بالمنظر ده، عشان كده هاستخدم حاجة اسمها معجون الشروخ، ده موجود عند الجماعة بتوع البويات والدهانات، هو معجون زي بتاع الخشب والدهانات، لكن الفكرة إنه لما بينشف بيفضل مرن فمش هيتكسر معانا، لأن طبعًا إحنا بنستخدم فوم مرن جدًا، فعاوزين حاجة تكون مناسبة له يعني. بصبعي كده بدأت أسد أي فروقات موجودة وهسيبه ينشف تماما وبعدها برضو هصنفره صنفرة على خفيف عشان أنعم الأجزاء البارزة منه. كمان الشق اللي عملناه في النص الأخدود ده كان فيه أجزاء عميقة شوية وأجزاء مش مظبوطة فبرضو اديت له طبقة خفيفة كده من نفس المعجون. بعد ما نشف تماما زي ما قلت لكم هصنفر صنفرة على خفيف كده، بعدين استخدمت قطعة من الفوم نفس الفوم بس السمك الرفيع اللي هو ال2 مللي، قطعتها على المقاس اللي انتم شايفينه ده فوق الجزء اللي بنمسك منه بالظبط وهظبطها على المقاس. بعد كده جبت كتابات فرعونية واختار اي شوية حروف اكتب في النص بتاعها من هنا ومن هنا، اخترت حروف عشوائية وبضغط بالقلم الرصاص جدا وده بينحت في الفوم، هيبان في الاخر بعد التلوين كأنها كتابات فرعونية منحوتة على المعدن. زي ما قلت لكم عملت في الناحيتين، بعد كده هلزقها في مكانها، والحقيقه صورت الجزء ده 10 مرات لكن كلهم اتفاجئت ان هم مش موجودين على الكاميرا، فالمهم ان انا لزقتها باستخدام السوبر جلو. كمان الجزء بتاع العين هستخدم فيه الصنفره بتاعه الدريمل بالبوز بتاعها كده وهضغط عشان يعمل لي شكل الجزء الدائري اللي موجود في العين. جربت برضو على الناحيه اللي مش هتبان في السيف، بعد كده اشتغلت على الناحيه التانيه. وما ننساش اي فوم جديد نستخدم عليه الهيت جان عشان يقفل المسام. بالنسبة للتلوين أنا هاستخدم ألوان أكريليك عشان الناس اللي بتسألني، أنا دايمًا باستخدم ألوان أكريليك، استخدمت لون رمادي فاتح الأول كطبقة أساسية كده توحد لي الأشكال كلها اللي موجودة، تقدروا تستخدموا أي درجة لون عادي بس يُفضّل يكون لون فاتح. بعد كده هاستخدم ألوان برضه أكريليك لكن ألوان ميتاليك معدنية، استخدمت شوية من اللون النحاسي على لون دهبي فاتح عشان أعمل لون كده في النص ما بينهم شبه اللون البرونزي، بعد كده هالوّن بيه الجزء بتاع السيف، هو طبعًا كانت السيوف دي مصنوعة من البرونز، اديت طبقة و2 و3 لحد ما اللون بقى متجانس تمامًا، ده بقى المنظر بتاعه. الجزء اللي تحت ده هالوّنه بلون دهبي، برضه طبقة و2 و3 لحد ما نوصل للون متجانس. نقدر طبعًا نستخدم الألوان اللي هي الspray موجودة متوفرة أكتر من دي، بتنجز طبعًا في الوقت لكن استخدام الفرشة أدق وأسهل. كمان الجزء بتاع العين لوّنته بطبقة من اللون الأبيض الأول، بعد كده استخدمت لون أزرق أكريليك عادي وحطيت عليه شوية من لون فضي ميتاليك، عاوز أعمل لون أزرق ميتاليك، لوّنت بيه الإيد أو الجزء اللي بنمسك منه السيف. كل الألوان زي ما باقول دايمًا طبقة و2 لحد ما اللون يبقى متجانس. الجزء اللي في الوسط بتاع العين الجزء الدائري ده برضه لوّنته بنفس اللون الأزرق، أمّا الحواف بتاعة العين استخدمت قلم ألوان لونه أسود، وهارسم بيه الحدود بتاعة العين، زي ما شايفين خطوات بسيطة خالص، سِبت بس كده جزء أبيض في النُص، الباقي كله لوّنته باللون الأسود. وصلنا للمنظر اللي أنتم شايفينه ده. عشان نعمل بقى تأثير العوامل الجوية استخدمت لون أسود متخفف بالمَيّة وعليه نقطة كده من البني، هاضيف منه طبقة بعد كده هامسح باستخدام المنديل، بيسيب شوية بُقع كده وأمّا بتنشف بيدّينا تأثير هو بسيط جدًا لكنه بيفرق في شكل السيف. كمان الجزء الدهبي لمّا استخدم اللون ده هيغمّق لي الشقوق اللي موجودة والأجزاء المنحوتة، فهيوضّح لي شكل الحروف أكتر. بعدين كنت عاوز أعمل حاجة ألِف بيها الإيد بتاعة السيف، فاستخدمت نفس الفوم اللي هو الEVA فوم الطري، استخدمت منه اللون الأسود وبنفس القلم هانحت عليه كده الشكل الهندسي لاسم معيّن.
هرسم شوية جنب بعض وهعملهم بطول مناسب، كل ما نطول يكون أحسن. الفكرة هنا أنا بحاول أصنع حاجة أشبه بجلد الكوبرا المصرية الأفعى، يعني قلت هيبقى الجلد ده مناسب للصيف لو لفيناه أو حاجة. بعد كده هلون بالألوان اللي انتوا شايفينها دي، درجات الألوان. طبعا دي مش ألوان واقعية 100%، لأن الكوبرا دي في الغالب بيكون لونها ما بين الأسود ولون أصفر فاتح كده، لكن أنا قلت أنوع شوية في الألوان. بلون كل جزء لوحده بلون، أو كل مجموعة أجزاء بلون. هسيب بقى اللون ينشف تماما قبل ما نقطع. بعد كده هستخدم المسطرة واقطع من الناحية دي ومن الناحية التانية. بقى عندي المنظر اللي انتوا شايفينه ده، هستخدمه والفه على الايد، وزي ما قلت انا بلزق هنا بالسوبر جلو. كان الافضل ان انا اعملها طويلة شوية، بس كسلت الحقيقة، كانت هتنجز معايا، لكن للاسف ما كملتش للاخر. اتبقى عندي جزء تحت كده بتاع الايد، حبيت برضه اعمل عليه تصميم تاني. فكرت في فكرة كده، لكن في الآخر النتيجة ما عجبتنيش، بس كسلت أغيرها الحقيقة. فكرت في المومياوات المصرية اللي هي بتكون ملفوفة بقماش، فجبت حتت قماش لون أبيض، أي فانيلا ولا حاجة. بعدين هلف كام طبقة كده على بعض. كان ممكن طبعا نعمل اي تصميم ذهبي ولا اي حاجة زي كده. ممكن نجيب راس لعبة مثلا اسد او غيره، ونحطها في المكان ده ونلونها بلون ذهبي، هيبقى شكلها كويس جدا. الافكار كتير، لكن انا يعني كنت عاوز اخلص التصميم باسرع وقت. المهم بعد ما لفيتهم عاوز اعمل برضو عليهم تأثير العوامل الجوية، فاستخدمت لون بني مصفر كده متخفف بالمية، وهبدأ اوسخ القماش ده لانه طبعا بقاله الاف السنين. وكمان عملت في بعض الاجزاء كده باللون الاسود المخفف بالمية. قعدت افكر كتير اغيرها ما اغيرهاش، لكن في الاخر الحقيقه كسلت وقلت يلا. بقى لنا اخر خطوه، وهي اننا نلمع الجلد بتاع الكوبرا والجزء بتاع العين. نقدر نستخدم ورنيش مائي او اي ورنيش. انا استخدمت الريزن، هو اللي كان متاح عندي. عملت منه شويه صغيرين كده، وبعدين هدي طبقه على الاماكن بتاعه الجلد والجزء الدائري بتاع العين، وكده اكون خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ما تنسوش كمان تعملوا شير مع اصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الاعمال الفنيه. والاهم من ده، ما تنسوش اخوانكم في غزه والسودان والحقيقه اماكن تانية كتير، ما تنسوهمش من دعاكم وتبرعاتكم. الحرب خلصت نظريا بس في غزه، لكن المعاناه ما زالت مستمره. اما اخواننا في السودان فالله يعينهم، حتى التبرعات ما بتوصلهمش ومحدش مهتم، فعلى الاقل خالص اتكلموا عنهم. ختاما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.